لا، ما بص، انا هقول لك على حاجه. انا مفيش حاجه في حياتي وصلت لها بسهوله، وحاجات كتيره قوي قدرت اوصل لها وانا لوحدي. انت جاي تفهمني ان انا لما يبقى ورايا الناس دي كلها هستسلم؟ انا عملت فيديو في لحظه يأس وقلت ان شكل حلمي ان انا اروح كاس العالم دوت مش هيحصل، اني بعد 3 فيديوهات اقل فيديو فيهم جايب نص مليون مفيش حد رفع عليا سماعه التليفون حتى، وطلعت اقول انا محتاج بس فرصه. بس انا المره دي مش هقول انا محتاج فرصه، عشان في الزمن اللي احنا فيه ده لازم انت تخلق الفرصه. وانا قررت ان انا مش هستنى حد يديني الفرصه. من دلوقتي لحد كاس العالم قدامي 5 شهور بالظبط، اشتغل وهتعب وهعمل محتوى وهطور من نفسي وهحوش، وباذن الله عندي يقين في ربنا اللي هيحصل حاجه من الاتنين. يا اما هوصل لرقم محترم على السوشيال ميديا وهيضطروا ان هم يكلموني، يا اما هروح كاس العالم وعلى تكلفتي الشخصيه. انا في اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي معيش اللي يوديني دمياط حتى، بس بفضل ربنا ثم انتوا هشتغل وهتعب وهعمل كل حاجه اقدر عليها، وباذن الله هتشوفوني في كاس العالم. وباذن الله دي هتبقى البدايه، وده اول يوم في رحلتي ان اقدر احضر كاس العالم كصانع محتوى رياضي مصري.